السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، نلتقي في هذا الشريط من أجل تلخيص درس ازدهار الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر من دروس مادة التاريخ بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. إذن كتقديم لهذا الدرس، فقد شهد الاقتصاد الأوروبي تحولات كبيرة في القرن التاسع عشر أدت إلى ازدهار النظام الرأسمالي. فما التحول الذي عرفته الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر؟ وما أهم انعكاسات ازدهار الرأسمالية على المجتمع الأوروبي؟ أولا، سنقوم بتعريف الرأسمالية. الرأسمالية هي نظام اقتصادي يقوم على ثلاثة أسس. أولا، الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. ثانيا، حرية التبادل. وثالثا، المنافسة. وقد مرت الرأسمالية من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سميت بالرأسمالية التجارية. ظهرت هذه المرحلة في القرن السادس عشر ميلادي بعد انقضاء عهد الإقطاع، وظهر مجموعة من التجار يقومون بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب متطلبات السوق، فكان التجار بذلك وسطاء بين المنتج والمستهلك. والمرحلة الثانية سميت بالرأسمالية الصناعية. ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية والمخزن الآلي، مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في أوروبا. وأخيرا، الرأسمالية المالية. هذه المرحلة ظهرت بعد تطور وظيفة الأبناك، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دور الإيداع وحفظ الأموال إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد بتقديم القروض والاستثمار الصناعي. نمر الآن إلى مظاهر التحول في القطاع الصناعي خلال القرن التاسع عشر. فقد ظهرت مجموعة من مصادر طاقة جديدة مثل الكهرباء والبترول، وتطورت وسائل النقل كالسكك الحديدية والسفن البخارية والديزل. ثم ازدهرت فروع جديدة في الصناعة مثل الصلب والكيمياء العضوية والصناعات الاستهلاكية. هذا كله أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الإنتاج الصناعي، خاصة الفحم، الصلب والفولاذ. وقد تطورت بنية الشركات من مؤسسات تكون عبارة عن ورشات منزلية عائلية، انتقلت إلى مصانع كبرى. وقد خلق هذا التحول مشكلة في التمويل، فانتقلنا من التمويل العائلي إلى تمويل خارجي، مما سيؤدي إلى ميلاد شركات مجهولة الاسم. هذه الشركات تأسست تحت اسم مجهول، ويتوزع رأس مالها إلى عدة أسهم يمتلكها عدد من المساهمين بنسب متفاوتة، وبذلك يعتبر كل مساهم مالكا لجزء من رأس مال الشركة. والأبناك هي الأخرى شهدت تطورا كما ذكرنا سابقا، فقد انتقلت الأبناك من أبناك عائلية تقوم بالإيداع وتأدية الكمبيالات والصرف فقط، إلى مؤسسات مجهولة الاسم وبنوك الإيداع والأعمال تقوم بتقديم القروض للصناعيين والاستثمار. هذا كله من أجل مضاعفة الإنتاج وتحديد وسائله. وقد حصلت الأبناك بموجب ذلك على أسهم مكنتها من مراقبة إدارة المؤسسات الصناعية. ننتقل الآن إلى التركيز الرأسمالي كظاهرة من مظاهر الرأسمالية. فمفهومه هو تجمع الأنشطة الاقتصادية في يد عدد محدود من الشركات الكبرى، ينقسم إلى نوعين: أفقي. وهذا الأفقي أو التركيز الأفقي يعني تجمع عدة مؤسسات تشتغل بمنتوج واحد تحت نفس الإدارة، بهدف الزيادة في حجم المؤسسة وتخفيض التكلفة والرفع من الأرباح. النوع الثاني هو التركيز العمودي، وهو اندماج عدة مؤسسات متكاملة تساهم في صناعة مسلسل إنتاج واحد،
والهدف منه هو الحصول على المواد الأولية بأثمان منخفضة، ومراقبة الإنتاج وتوزيع المادة المصنعة. للتوضيح أكثر نلجأ إلى أمثلة ونستعين بالأمثلة. مثال في التركيز الأفقي، نأخذ مثال مشروبات غازية. فلدينا عدة مشروبات في السوق بألوان وبنكهات مختلفة، ولكن هذه المشروبات الغازية تكون تحت إدارة شركة كبرى واحدة من نفس المنتوج وهو المشروبات الغازية. ونأخذ مثال عن التركيز العمودي، نأخذ مثلا إنتاج السيارات. السيارة تحتاج إلى عدة مواد مثل الكراسي مثلا، الزجاج، العجلات، المحركات إلى آخره. فتقوم الشركة المصنعة للسيارة بإدماج هذه المؤسسات كلها المنتجة لهذه المواد تحت يدها، وبالتالي تستفيد من توفر المواد الأولية بأثمنة منخفضة، وتراقب السوق، وبالتالي تحقق أرباح هائلة جدا. إذن هذه بعض الأمثلة عن التركيز الأفقي والتركيز العمودي. ومن المؤسسات الناتجة عن التركيز الرأسمالي نجد ما يسمى بالكارتيل، وهي اتفاق بين عدة مؤسسات تحافظ في كل واحدة منها على شخصيتها القانونية. ثم لدينا التروست، وهو اندماج مجموعة من المؤسسات في مؤسسة واحدة مثل التركيز العمودي. هناك أيضا نوع آخر من التركيز أو المؤسسات، ما يسمى بالهولدينغ أو باللغة العربية الشركة القابضة، وهي شركات التملك تملك غالبية الأسهم في عدة مؤسسات مختلفة التخصص. تكون إما مؤسسات مالية بنكية أو مؤسسات أسست فعليا من أجل هذه الوظيفة وهي التملك. نمر الآن إلى المحور الثاني، وهي انعكاسات ازدهار الرأسمالية على المجتمع الأوروبي. فعلى المستوى الاجتماعي ظهرت طبقتين اجتماعيتين: طبقة برجوازية حديثة وغنية تتكون من رجال الصناعة والمال، وطبقة عمالية تعيش ظروفا اجتماعية صعبة وتشتغل في ظروف قاسية. هذه الطبقة العمالية من أجل إيجاد حلول لهذه الأوضاع التي تعيشها انتظمت في ما يسمى بالنقابات، فأسست هذه النقابات للدفاع عن حقوقها، فقامت بشن مجموعة من الإضرابات التي منحتها عدة مكاسب مثل الاعتراف بالنقابات والتأمين ضد المرض والحوادث ومكاسب أخرى متعددة. هناك أيضا انعكاس على المجال الحضري، فقد تطور المجال الحضري بشكل كبير، فقد عرفت أوروبا تضخما سريعا في عدد سكانها بسبب تحسن التغذية ووسائل الوقاية والعلاج، وشهدت المدن أيضا انفجارا ديمغرافيا نتيجة التزايد الطبيعي والهجرة القروية إلى المدن. وهكذا انتهينا من تلخيص هذا الدرس. فنختم هذا الدرس بأن التطورات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر ستكون من بين العوامل التي فتحت نهم أوروبا إلى غزو العالم في إطار ما سمي بالإمبريالية، وهو عنوان الدرس الثاني من مقرر مادة التاريخ بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. أشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في درس آخر من مواد الاجتماعيات، وشكرا.